السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديروا وصفة الصابلي بمقادير بسيطة. راح تشوفوا كامل الاسرار النجاح تاعها هكذا باش كي طيبوها ما يتقلصش الحجم تاعها. وبلا ما نطول عليكم راح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي 250 غرام تاع زبدة، هنا لازم تكون بحرارة الغرفة. عندي كاس تاع السكر الناعم، هنا راني غربلته من قبل. هذا الكاس يرفد 200 مليلتر أي ما يعادل 120 غرام. راح نحط لها ملعقة صغيرة تاع الفانيلا، هنا لازم الملعقة تكون معمرة مليح. ورايحة نخلطها بالخلاط الكهربائي، هنا لازم نخلط حتى نتحصل على خليط كريمي. هنا اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي تخلط بالخلاط اليدوي ولا بيدها يعني عادي. بصح لازم يكون الخليط متجانس. وهنايا عندي زوج صفار حبة بيض وحبة كاملة، زوج صفار وحبة كاملة. هنا راح نضيفهم تدريجيا كما راكم تشوفوا هكذا باش نتحصل على خليط يكون كريمي. هذا هو سر من اسرار نجاح الصبلي، لازم نخلط المكونات، نخلطهم جيدا حتى نتحصل على قوام متجانس كما راكم تشوفوا. يعني هذه الخطوة عفوا تكون مهمة. وشوف الخليط اللي راني تحصلت عليه، هذا هو. هنايا راح نضيف له كاس ماشي معمر يعني ناقص اصبع تاع المايزينا او نشاء ذره، اي ما يعادل 90 غرام. وهنا كما راكم تشوفوا هنايا عندي 500 غرام تاع فارينة كنت غربلتها من قبل. هنايا بالنسبه للفارينة راح نديرها تدريجيا حتى نتحصل على عجينه طريه. هنايا ما نضيفوهاش دفعه واحده من بعد العجينه تجينا يابسه. كما راكم تشوفوا حطيت لها ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه. هنايا هذه الخطوه ثاني مهمه، نديروا الفارينه تدريجيا. اذا يبسنا العجينه هنايا الصبلي تاعنا ما راحش يجي مليح. وكما راكم تشوفوا هنايا راني نلم العجينه غير باطراف الاصابع، هنا ما لازمش نعجنوها هكذا باش ما تجيناش معلكه. كما راكم تشوفوا هنا ندير الفارينه تدريجيا بهذه الطريقه. يعني همام هذه خطوه مهمه. هنا اذا العجينه جاتنا يابسه هنا راح تغبلنا كي نفتحوها، وكي نديروا الصبلي تاعنا في الفرن راح يتقلص الحجم تاعها. كما راكم تشوفوا هاني نجمع غير باطراف الاصابع بهذه الطريقه. راح نوري لكم العجينه كيفاش يكون القوام تاعها. شوفوا القوام تاعها، هاي ليك عجينه تكون طريه، انا ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه. وهي الفرينه اللي بقات لي هنا، الفرينه يعني بقات لي حوالي 60 غرام، ما درتهاش كامل لانه كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. هنايا حطيت العجينه في كيس بلاستيكي ورايحه ندخلها للثلاجه. يعني كل ما نجبد كل ما نروح نخدم نجبد غير بشويه ونرجعها للثلاجه كما راكم تشوفوا. انا هنايا عندي ورق الطاي كما راكم تشوفوا، راح نحل عليه العجينه. واللي ما عندهاش دير كيس بلاستيكي هكذا باش ماشي في كل خطره نديروا الفرينه ومن بعد يبسلنا العجينه. وريحه نحل العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. هنايا دوك نوري لكم السمك تاعها. شوفوا السمك تاعها، هنا ماهيش خشينه بزاف وماهيش رقيقه، يعني تكون عادي. وهنا عندي انا هذا طبع الدائره كما راكم تشوفوا، نحطه في الفرينه ونطبع به. هنا ماشي شرط ديروا الطبع الدائري، كل وحده دير الطبع اللي يعجبها. كما راكم تشوفوا نحط الطبع تاعي في الفرينه هكذا باش ما تلصقليش العجينه ونطبع به. وانا هنا الفرن راني مسخناته على 160 درجه. نخليه يسخن ومن بعد كي نكمل الصبلي تاعي ندخلها للفرن. هنا ثاني خطوه مهمه، لازم درجه الحراره ما تكونش عاليه بزاف، الصبلي نخلوه يطيب في غرضه. يعني اذا كانت درجه الحراره تاع الفرن تكون عاليه هنا ما الشكل راح يتقلص. كما راكم تشوفوا هنايا في السنيوه تاعي درت ورق طاي، واللي ما عندهاش دير الكيس بلاستيكي. وهنايا هذوك الزوائد اللي بقاو لي من العجينه الاولى كما راكم تشوفوا، هنايا جبت العجينه اللي ما استعملتهاش يعني اللي كانت في الثلاجه، رايحه نخلطها مع العجينه الاولى هكذا. هنايا باش راح نستعملوا كامل العجينه، والحبات راح يجونا كامل كيف كيف، يعني ما يجيش حبه صغيره وحبه كبيره. يعني ثاني هذه خطوه مهمه، وهذا سر من اسرار الصابلي.
يعني العجينه الاولى هذيك اللي البقايا اللي استعملناهم، يعني اللي استعملناهم رايحه نخلطوهم مع عجينه غير مستعمله. هكذا يعني ان شاء الله الفكره راهي وصلتكم. هكذا باش الحبات يجونا كامل كيف كيف. هنا يعني نفس الخطوه كي درت الخطوه الاولى، نحط الطبع تاعي في الفرينه ونطبع به. يعني هذه العجينه الثانيه اللي راني خلطها. وهنا في كل خطره لازم العجينه تاعنا نرجعوها للثلاجه. وهذه هي كامل الكميه اللي درتها لي عجينه الصبلي. وكاين سنيوه راني حطيتها في الفرن، يعني السنيوه الاولى كما ذكرت فيما سبق لازم 160 درجه هكذا باش طيب في غرضها. وهذه العجينه اللي بقات لي، يعني ما بقاتليش العجينه بزاف. اذا تبعتوا الطريقه اللي وريتها لكم، يعني في كل خطره تخلطوا العجينه، هنايا العجينه المتبقيه ما تكونش بزاف. وهنا بعد ما طابت الصابلي تاعي، شوفوا يعني الحبات جاو كامل كيف كيف. شوفوا يعني طيبتها من تحت وخليتها غير شويه من الفوق، يعني ما حاش تدي الوقت بزاف في الطياب تاعها. شوفوا الحبات جاو كامل كيف كيف. وهنايا الكميه درت الكميه مليحه، يعني درت لي 35 حبه. شوفوا بعد ما لصقتها هنايا. وهنايا كما راكم تشوفوا عندي مربى تاع المشماش، زدت له ملون غذائي. وهنايا كل وحده دير الذوق اللي حباته، يعني ماشي شرط دير هذا دير مربى تاع المشماش. كاين مربى تاع الفراوله، كاين يعني كاين بزاف اذواق. وهنا حكمت ملعقه كما راكم تشوفوا، درت هنايا في الوسط ورايحه نحطها، يعني نحطها على الثانيه هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد بالملعقه عفوا راح ندير في الوسط. هنايا اللي حبت دير كيس حلواني، يعني باش تجيها العمليه سهله، ديروا في كيس بلاستيكي يعني كيس حلواني ودير في الوسط بهذه الطريقه. شوفوا يعني كيفاش جات ما شاء الله. راح ندير في الوسط هكذا، ومن بعد نحط الحبه الثانيه بهذه الطريقه. وهنايا الكيس الحلواني راح يساعد بزاف المبتدئات. هكذا ندير في الوسط كما راكم تشوفوا. شوفوا كيف جات الحبه. وانا اللي حبيت عفوا تزينها بخطوط تاع الشوكولا، يعني تقدر تزيد دير لها خطوط تاع الشوكولا. وهذه هي النتيجه بعد ما كملت لصقتهم. هنايا ما لصقتش الكميه كامل كما ذكرت فيما سبق، درت لي 35 حبه، يعني لصقت غير نصف الكميه هكذا باش نوريكم. شوفوا كيفاش جات من الداخل، جات ما شاء الله. شوفوا كيفاش جات، راني نقسم لكم هكذا باش تشوفوا يعني النتيجه تاعها. هي صابليه ناجحه 100%. تبعوا برك الخطوات والنصائح اللي عطيتهم لكم في الفيديو. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء هكذا باش تعم الفائده. ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.